ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي هتكون الجلاش بلحمة مفرومة على طريقتي. هوريكم ازاي عملته بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة ويطلع جوسي وطري ومظبوط كده وحلو. ولو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وهنا بعد ما استوى معانا كده بوريكم بس ان انا ايه وانا بطلعه كده ازاي طالع معايا جميل وطري وحلو. بصوا الجمال يعني الحمد لله. تعالوا بقولكم عملتها ازاي. اول حاجة عندي حلة سخنة، هنزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة. أهم حاجة الحلة تكون سخنة. وبعدين هنزل بعد كده بالبصل بتاعي اللي مقطعاه. وهبدأ أقلب فيه كده وأشوحه يعني مع التقليب كده من حين لآخر، لحد ما يدبل شوية معايا. هنا انا اول حاجه اول خطوه اللي بنعملها دلوقتي دي ان احنا بنجهز ايه اللحمه المفرومه، يعني بنعصجها ونظبطها كده بطريقه حلوه ان شاء الله. عشان هي اساس الاكله اللحمه المفرومه، يعني هي اللي هتدي طعم للجلاش وهي الاساس يعني. بعد كده هضيف معلقتين كبار من الثوم المفروم وحسب رغبتكم طبعا، اقل او اكتر حسب الرغبه. وبرضه هفضل اقلب كده لحد ما ياخدوا لون كده شويه آم، يعني يتشوحوا مع بعض كده البصل مع الثوم. هنا بقى بصوا بعد ما دبلوا كده ولونهم بدأ يتحول شوية لذهبي، هضيف المرقة بتاعتي. هضيف مكعبين من مرقة اللحمة. وهقلب برضو كده كويس لغاية ما المرقة تدوب خالص وتختفي. تمام كده بنديله حقه كده في التقليب والمرقة اهي اختفت تماما كده. بعد كده هضيف الملح، معلقتين كده صغيرين خالص من الملح، ما نكترش عشان المرقة اصلا بتبقى فيها نسبة ملح، فعشان المفروم بس ما يحدقش قوي. وهي هضيف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. بعدين هضيف البهارات اللحمة. هضيف 3 معالق كده صغيرين من بهارات اللحمة. وبعد كده هبدأ اقلب بقى كل حاجة كده مع بعضها. الخلطة دي بتدي طعم حلو قوي للمفروم في الاخر. نقلب بس بشكل مستمر كده من حين لآخر بشكل مستمر لحد ما يعني، عشان نشوح الحاجة كده كويس و
وتاخد من الطعم بتاع يعني البصل والثوم ياخدوا من طعم البهارات دي والمرقة وكده. بعد كده هضيف معلقتين كبار من صلصة الطماطم، بتفرق قوي في الطعم بتاع المفروم. وهقلب بقى كل حاجة كده مع بعض. الخلطة دي بجد يعني انا شايفاها من وجهة نظري يعني ان هي بجد وهمية وجميلة قوي ومميزة كده. معرفش ايه، انا بالنسبة لي بعتمدها في بالذات في وصفة الجلاش يعني، او في عامة في تعصيج اللحمة المفرومة بحب اعتمدها يعني. ما يعني دايما بعملها بالطريقة دي يعني ما بغيرهاش يعني. بصوا، بصوا شكلها كده من قريب. بعد كده بقى بعد ما الخلطة كده خدت حقها في على النار، هنزل بكيلو اللحمة المفرومة بتاعي. عايزين نص كيلو يعني، مش هتفرق كمية، بس انا عصقت كيلو بالمرة. حتى لو مش هستخدم الكيلو كله في الجلاش طبعا، بشيل الباقي في الفريزر بينفع في اي وقت. انا مستعجلة. طبعا تعصيج اللحمة المفرومة ده يعني يفضل يكون دايما جاهز في الفريزر لو قدرنا يعني. لو يعني انا مش دايما طبعا بقدر، بس عشان كده لما بعمل حاجة بعملها يعني لما بعمل وصفة فيها تعصيج لحمة مفرومة بحب اعمل كمية بالمرة يعني. عشان انا ما اقدرش اقف كل يعني صعب الواحد برضو ان هو حسب وقته برضو ان هو يقف كل شوية يعصق في لحمة ويخزنها يعني. كل واحد طبعا حسب الوقت بتاعه. اللي يقدر طبعا يعني يبقى افضل بكتير، اللي ما يقدرش يبقى لما بيقف على وصفة بيعمل كذا كمية بالمرة وتريحه بعد كده يعني. هي كيلو دي يعني بالمناسبة يعني ممكن تعمل ده 3 صواني كده من 3 صواني بايركس مثلا من الجلاش. ولكن انا طبعا عملت اكتفيت بصينية واحدة بس. انا بقول لكم يعني اللي عنده مثلا عزومة او اللي عايز يعمل كميات اكتر، هي تعمل زي 3 صواني كده. تمام كده قلبت اللحمة المفرومة كويس خالص مع الخلطة دي، او البهارات والثوم والبصل وكده. بصوا جمال. وبنسيبها كده ونقعد نقلب فيها من حين لآخر كده، من 10 ل15 دقيقة كده، لحد ما نلاقي كده ان لونها اتغير و... وما بقتش لونها كده ايه يعني. بيبان طبعا انه اللون الني مش من اللون المستوي يعني. وممكن تدوقوا حتة كده وانتوا برضو ايه بتسووها، برضو بتبان انها مستوية ولا لا يعني. لكن هي بتاخد من 10 ل15 دقيقة كده على النار وبتبقى ظبطت. هنا بقى هبدأ أجهز الصينية بتاعتي. هنا صينية بايركس حطيت فيها طبقتين من الجلاش. ناخد طبقتين كده من الجلاش ونحطهم. وبعدين ببدأ أوزع بين كل طبقتين هنحط شوية سمنة كده بساط. منكترش قوي يعني عشان ما تطلعش مزيتة قوي، لأن لسه هنحط ممكن جبن وطبعا المفروم والصوص اللي فيه برضو مع السخونة هينزل وهيطري الدنيا خالص، وهتبقى الموضوع جوسي ان شاء الله وحلو كده يعني بيطلع طعمها مميز الصراحة، من الوصفات المميزة. الحمد لله يعني اللي بحسها بتطلع حلوة قوي الحمد لله. على الطريقة دي يعني. بعد ما حطيت طبقتين وحطيت شوية سمنة كده، هحط طبقتين تاني وبرضه احط شوية سمنة تاني. بالفرشة كده نمشي كده عشان ما تزيدش مننا قوي وتبقى مزي يعني مزيتة كده ودهنها عالي قوي يعني. فلازم نستخدم الفرشة افضل عشان نوزع كمية اقل من السمنة يعني. برضو بعد كده احط بقى فوق السمنة دي طبقتين تاني من الجلاش. بفضل اعمل كده لحد ما انا تقريبا اول طبقات اللي هي قبل اللحمة المفرومة بحب بستخدم زي كده. احنا لغاية دلوقتي حطينا 6 طبقات يعني، طبقتين في طبقتين في طبقتين. انا هكتفي ممكن ب8 طبقات حلوين معقول كطبقة تحتانية قبل المفروم يعني. تمام كده بقى حطينا برضو بقول لكم طبقتين تاني، وهنوزع شوية سمنة على الهادي كده بالفرشة. نوزع كده من غرقهاش قوي.
وبعدين احط برضو طبقتين تاني من الجلاش فوق الجلاش اللي عليه سمنة ده. ويبقى كده لغاية دلوقتي حطينا 8 طبقات من الجلاش، طبقتين في طبقتين في طبقتين في طبقتين، يعني ايه حطينا 8 طبقات، 8 طبقات من الجلاش كده. تمام. وبكده انا هكتفي بالحبة دول، وهبدأ انزل بقى باللحمة المفرومة بتاعتي بعد ما اتعصجت معايا يعني وظبطت وكده، وسبتها ربع ساعة على النار شوية، بس بقى تهدى طبعا شوية عشان اعرف اشتغل بيها ما تدوبش الطبقات بتاعة الجلاش قوي، بنسيبها تهدى شوية يعني اللي هو تبقى دافية يعني. وابدأ اوزعها كده، ونهتم بالاطراف، يعني انا بحب اهتم قوي بالاطراف عشان خسارة يعني، الاطراف لو طلعت ناشفة وكده هتلاقوا في الاخر ممكن نسبة كبيرة بيسيبها وبيرميها يعني، فلا احنا نهتم بيها وبتطلع، بحيث ان القطعة تطلع كده تتاكل من اولها لاخرها ما يتسابش منها حاجة ان شاء الله. كده بوزع بقى المفروم بالمعلقة كده كويس. وزي ما قلت احنا كده استخدمنا طبقتين من الجلاش في طبقتين في طبقتين في طبقتين، يعني استخدمنا كده 8 طبقات مفردين يعني، بس كل طبقتين مع بعض. بعد كده بحط بقى فوق اللحمة مفرومة كده شرايح من الجبنة الشيدر، 3 شرايح كده. وده اختياري طبعا، مش انا كان متاح عندي في البيت كده في الفريزر، كنت عندي بواقي كده مش بجيبها كتير الصراحة، بس هي كانت عندي كده متاحة في الفريزر يعني. كنت جايباها لوصفة معينة يعني، واتبقى منها شوية وشلتها في الفريزر ونزلتها برضو للوصفة ديت. لكن مش اجباري طبعا ان احنا نروح نوقف الوصفة كلها على شوية الشيدر دول ونقول ما عندناش جبنة شيدر، لا، هي بتدي طبعا طعم ومطة حلوة قوي، مش هكدب عليكم يعني، ولكن هي مش ضرورية، مش اجباري. هنكتفي بس ان انا كمان هحط موتزاريلا فوق الشيدر كده. طبعا كل ده يعني الشيدر ممكن اختياري مش اجباري، كفاية الموتزاريلا لو كده يعني. زي ما انت شفتوا حطيت شوية موتزاريلا بصوت كده ما كترتش، وحطيت الشيدر، وهحط بقى طبقتين تاني، ابدأ اقفل بقى الطبق النص التاني من الجلاش، نص الطبقات التاني من الجلاش يعني. وهوزع برضو بالفرشة شوية كده ايه سمنة بساط، اهم حاجة السمنة تكون سايحة كويس جدا معانا، سخنة وسايحة، عشان لو مكتلة هتلاقوا نفسكم بتوزعوا كميات بتوزعوا السمنة بس مكتلة، فلما تسيح بقى جوه الفرن هتبقى سمنة كتيرة قوي ودهونها عالية. فأهم حاجة تكون سايحة عشان تتوزع معانا صح، ما تطلعش كميتها اوفر يعني بتقزع كده ومدهننا. فنظبط ايه ان اهم حاجة من التركات برضو ان السمنة تكون سايحة طول ما احنا شغالين، لو كتلت تسخنوها تاني، وهكذا ما تستن يعني ما تسيبوهاش ابدا تكتل وتشتغلوا بيها. تمام. بعد كده اضيف برضو طبقتين تاني من الجلاش، وبرضو شوية سمنة كده دافيين حلوين كده، ونوزع عشان ايه، اهم حاجة يكونوا دافيين عشان بقول لكم ما تكتلش وتلاقوا نفسكم بتوزعوا كميات عبيطة من السمنة، والدنيا تطلع لا اوفر قوي في الدهون يعني. وزي ما قلت طبعا ما نوقفش الوصفة على الجبنة الشيدر، لو متاحة في البيت يعني يا ريت هتبقى احلى، مش هكدب عليكم. مش متاحة يبقى كفاية الجبنة الموتزاريلا وحلو قوي على كده. بس وهنقفل بقى بطبقتين تاني من الجلاش، يبقى كده احنا حطينا طبقتين في طبقتين في طبقتين من الجلاش في النص التاني من الصينية، يعني حطينا 6 طبقات مفردين كل طبقتين مع بعض. فاهميني يعني؟ انا اتمنى تكون المعلومة واصله لكم والشرح يكون واضح يعني. انا عايزة بس اوصل لكم المعلومة وتنجح معاكم الوصفة، ده اهم حاجة عندي يعني، ان اي حد يتفرج عليا يجرب، لو جرب الحاجة تنجح معاه، مش انا مش عايزة ان انتوا تجربوا الحاجة وتطلع مش مظبوطة، لا بالعكس انا اتمنى ان هي تطلع معاكم مظبوطة، لان ده شيء هيفرحني طبعا يعني. تمام. بعدين ببدأ اقطع فيها دي كده كويس، قطعت فيها كده زي ايه 3 تقطعات كده،
وبعدين تقطيعة واحدة بالطول كده، بحيث ان اقسمها مربعات كده. تمام، عشان لسه هنزل بخليط كده، فالخليط ده يتغلغل كده من جوه في الجلاش، ويفرق قوي في الطعم وفي ان هي تطلع طريه معانا يعني. فلازم نقطع كده عشان الخليط اللي هحطه دلوقتي ده يتغلغل جواها. اللي هو خليط عبارة عن بيضة واحدة، معاها نص كوباية لبن. وطبعا الخليط ده يعمل كمية يعني يكفي كذا صينية يعني، مش صينية واحدة بس. هحط كده شوية، بس انا طبعا بعد ما حطيت كده حسيت ان اصب يعني احط احسن بالمعلقة، عشان الكمية ما تزيدش قوي مني برضو. احط كده في كل كورنر كده، او في كل يعني جانب كده منها شوية من الخليط ده. طبعا بنحط قلت بيضة ونص كوباية لبن، ورشة ملح ورشة فلفل اسود. ما تكتروش من الملح، عشان اصلا المفروم بيبقى متعصج وفيه ملحه. والجبن بتبقى فيها نسبة ملح برضو، الجبنة الشيدر طبعا، وبيبقى فيها شوية ملح يعني عايزين الموضوع ما يبقاش حادق مننا يعني. والفلفل الاسود مهم جدا عشان يشيل الزفرة، ما تحسوش بالبيض. على فكرة الناس اللي هتقول لا البيض هيبقى واضح، بالعكس تماما، مش هتحسوا ان في بيض اصلا في الوصفة. تمام، بص بحركها كده عشان الخليط ده يتغلغل جوه، بيفرق قوي بجد في طعم الجلاش في الاخر، يخليه طري جدا للناس اللي بتحب الجلاش طري. وبعدين حطيت شويه موتزاريلا على الوش كده. هدخلها فرن سخن مسبقا على درجه حراره 250، لحد ما الجبنه تسيح على الوش وتطلع لونها ذهبي كده. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، وتكونوا انبسطتوا بيها. وشكرا جدا للي بيتابعني ويتفرج عليا، والف هنا عليكم يا رب.